لقد اجتهد أعداء الإسلام على تغفيل الأمة وتخديرها بالألاعيب المتنوعة المتعددة، وما تمر مرحلة إلا وابتكروا لنا خطط وألاعيب على حسب تنوع الأجيال من أجل شغل الناس بذلك. وكيد الأعداء ليس بالأمر السهل، إنهم يكيدون كيدا وكيدا عظيما، خصوصا كلما تأخرت الأعصار وزادت عندهم الابتكارات في مجال أمور الحياة، زادوا الابتكارات في مجال تخدير الأمة وتلعيبها، فأوجدوا ألاعيب باليد وألاعيب بالقدم وألاعيب بالعين، ألاعيب في الإلكترونيات وألاعيب على الأرض، ألاعيب دولية وألاعيب بلدية وألاعيب على مستوى الكرة وعلى مستوى اللباس، ألاعيب كرتونية، ألاعيب رجالية وألاعيب نسائية إلى غير ذلك من الألاعيب. حتى شهر العباد شهر الصوم ما يأتي رمضان إلا وقد أعدت وأنضجت له مسرحيات رمضانية، مسابقات رمضانية، تمثيليات رمضانية، من أجل أن يغرق المسلمون في الألاعيب، فلا إنتاج لا للآخرة ولا للدنيا. والساهي الله الذي سلم زمام أمره لعدوه أن يكون النجاة، وقد أخبر الله بالنص: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. حتى مع الحيوانات أوجدوا ألاعيب مع الحيوانات، مع الثيران، وثور يقال ثور، وأوجدوا مصارعات مع الأثوار، غفلوا العالم، ثور يلعب مع ثور، إلا أن هذا ثور عليه حساب وهذا ثور يؤكل لحمه ولا حساب عليه. ألاعيب مع الكلاب، ألاعيب مع القرد، ألاعيب مع القرد. أين تصل الأمة إذا كنا وراءهم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر لدخل معهم من دخل. ألاعيب أوجدوا أفكار أن الإنسان يكشف عورته، سموها موضات، يقطع ثيابه وسموها موضات، يمزقها، يشوه صورته، يشوه زينته، وأقنعوه أنها زينة. المرأة تربي مخالب كالضبع وكالحيوانات، أقنعوها أنها زينة. تركب أشياء تعدم نفسها وتدمر أقنعوا الناس أنها زينات، وأن الفلاح وراء، أن الفلاح أن نجري وراءه. وللأسف أن كثير من الأمة مهرول إلا من رحم الله.